النهارده هنتكلم ازاي تحب نفسك وازاي تنمي التقدير بالذات. هل انت بتحب نفسك ولا مش بتحبها؟ ايه ده؟ وفي حد مش بيحب نفسه؟ طب ازاي؟ في 6 حاجات بتعرفك انت ازاي بتحب نفسك وازاي يكون عندك تقدير بالذات. اول حاجة، تفضل مشاعر الاخرين على مشاعرك. طب ازاي؟ احنا اتربينا من الطفولة والمراهقة ان لازم توطي صوتك عشان الناس اللي حواليك، ان راعي مشاعر الناس اللي حواليك. انت كده وصل لعقلك من طفولتك ان انت لازم ترضي حواليك، ترضي اخرين عشان الناس تقول عليك ان انت مؤدب، ان انت الناس تقول عليك ان انت كويس قوي. 2، تعرف تقول لا لو حد طلب منك حاجة وانت مش عايز تعملها. طيب ازاي؟ يعني انت شايف نفسك اقل بكتير من حد كبير، لازم تقوله حاضر، لازم تقوله طيب. وده برضه يرجع للطفولة بتاعتك ويرجع لمرحلة المراهقة. تالت حاجة، تقييم نفسي حسب نظرة الناس ليا. أنا بشوف نفسي أنا كويس، لما الناس تشوفني إن أنا كويس، الناس تشكر فيا تقول عليا إن أنا كويس. باصص لنظرة الناس، مش باصص لنفسي، مش باصص لإنجازاتي، مش باصص لتقييمي لنفسي ولا لذاتي. رابع حاجة، أكون متعطش للمدح. يعني واحد يكون شايف نفسه وحش، مستني أي كلمة حلوة من أي واحد. احنا بنسمع على حوادث بنات كتير بتصدق ولاد أول ما يقولوا ليها كلمة حلوة بتجري ورا كلامهم وبتصدقهم، يعني هي عايزة تصدق كده، يعني هي بتبقى متعطشة للمدح ده، يعني ما لقيتهوش في بيتها، ما لقيتهوش في أسرتها، ما لقيتهوش في طفولتها ولا في المراهقة بتاعتها. خامس حاجة، هل بجلد نفسي بشكل مستمر؟ طب ازاي؟ انا بعظم الغلط اللي انا بعمله وبحاسب نفسي وبأنب نفسي قوي. طب ازاي انا ما صبحتش على فلان؟ ازاي ما عملتش كده؟ خلاص، موقف وحصل، ليه أأنب نفسي وليه أراجع نفسي؟ 6، بقلل من إنجازاتي. يعني ايه بقلل من إنجازاتي؟ شايف واحد طلع الأول، شايف نفسه إن ناس كتيرة طلع الأول، ما بيقولش لأ أنا متميز عن الناس دي كلها إن أنا طالع الأول. 7، هل في حوار بينك وبين نفسك؟ طب إزاي؟ في نهاية الحلقة هقول لكم إزاي يكون في حوار بينك وبين نفسك. لو أنت بتعاني كل الحاجات دي تبقى أنت بتعاني من ضعف في تقدير الذات. ما تقلقش، في 7 طرق فعالة تزود تقدير الذات عندك. تعالوا مع بعض نشوف ال7 طرق. الاعتراف بالمرض نص علاج. أول نقطة إن إحنا بنعترف بالمرض نفسه، الاعتراف إن إحنا عندنا ضعف في تقدير الذات. 2، أسباب الإحساس بعدم تقدير الذات. هل اتعرضت في طفولتك والمراهقة لعنف؟ هل سمعت كتير من أهلك ما تتدخلش في كلام الكبار؟ ده مثال بيختلف من بيئة اللي انت اتربيت عليها. أكيد في أسباب تانية أدت إلى إحساس بعدم تقدير ذاتك. تالت حاجة، الرحمة بالذات. أنا عرفت من وأنا طفل ومن وأنا مرحلة المراهقة إن أنا كلامي أو رأيي مهمش. لما أدخل في مشروع أو أدخل في شغل معين ويبقى في رأيي فكرة معينة، أخاف أتكلم إن أنا رأيي بقى مهمش من وأنا طفل. فأنا اقتنعت من وأنا طفل إن حتى التفكير مع نفسي، تفكير بداخلي في ذهني، إن أنا ما ينفعش أتكلم، ما برحمش نفسي من النظرة اللي هم زرعوها فيا من طفولتي. رابع حاجة، التصالح مع الأخطاء وتقبلها. طب إزاي؟ إن بتهيئي نفسك إن إحنا كلنا بشر، مفيش حد خالي من الخطأ، ولا الكبار ولا القدوة بتاعتنا ولا القيادات. فما تجلدش نفسك، احنا مش ملايكة، احنا كلنا بنغلط. خامس حاجة، التحدث على الإنجازات بفخر وبدون خجل. طب إزاي؟ الإنجاز اللي انت عامله فاكر ان هو عادي كل الناس تقدر تعمله، بس نسيت اقولك الناس مميزاك بيه. مثال، لو في طالب اسمه محمد وطلع الاول بس هو شايف نفسه عادي، هو شايف ما عملش اي انجازات، بس انا مميزاه عن بقيه الطلبه ان هو طالع الاول. وليه الطالب اللي اسمه محمد مش حاسس بانجازه؟
لاني هو شايف ان في طلبه قبليه طلعوا اوائل، فهو مش حاسس بالاستحقاق ده. 6 هي حاجه غريبه شويه، بس بتديك احساس بالفخر والثقه بالنفس واهتمام بالمظهر. شفت حد محافظ، شفت حد في مكانه مرموقه، مش مهتم بلبسه، مش مهتم بنفسه. كل ده بتديك الثقه بالنفس وتقدير الذات. 7 تحسين الحوار الداخلي مع النفس. طب ازاي؟ ان انا اعرف عمق كل حاجه حواليا لنفسي. تعالوا نعرف مع بعضينا ازاي هنبقى في حوار مع النفس. ده ما الا مثال. في البدايه عايزه انوه على حاجتين، ان لازم اسالي اسئله، او الحوار ده من الاهم الى المهم بالنسبه لكل شخص مختلف عن التاني. 2 انا فين؟ لما بسال نفسي انا فين، يعني انا بسال انا في اي عمق او اي مدى انا وصلت ليه. يلا بينا نبدا. انا فين في حياه الروحانيه وعلاقتي بربنا؟ هل ده كنت بحلم بيه زمان ولا لا؟ 2 انا فين في حياتي الشخصيه؟ هل هي في حياه شخصيه ولا كل واحد يدخل شويه ويطلع منها ويدمر فيها؟ تالت حاجه، انا فين في احاسيسي اللي بحس فيها؟ ولا هو شخص يدخل بيديني مشاعر وأحاسيس مزيفة أكون عايزة أسمعها؟ 4 أنا فين من علاقتي مع الناس؟ هل هم بيحبوني أصلا، ولا عشان أنا مش بقول لهم لأ، ولا عشان أنا بعمل لهم كل اللي هم عايزينه؟ 5 أنا فين من أحلامي؟ بتعمق مع نفسي وأشوف أنا حققت الأحلام اللي أنا كان نفسي أحققها من زمان؟ هو ده كنت بتمناه وراضي عنه ولا لأ؟ كل الأسئلة اللي أنا سألتها، وطبعا في غيرها، دي بتديك وعي بأفكارك، وعي بذاتك نفسه. ايه خلاصة؟ اللي بيكون عنده ضعف في تقدير الذات يبقى عارف معلومات كتيرة عن الناس كلها، لكن مش عارف معلومات على نفسه. في جملة اتربينا عليها كلنا: ما تستناش حد يحبك ولا يقدرك بدل انت مش بتحب نفسك. كده استفدنا من الفيديو ده 3 حاجات. 1 ازاي تعرف حبك الذات وازاي تقدر عندك ضعف في الذات ولا لأ. 2 7 طرق فعالة لزيادة حبك للذات. تالت حاجة كان في مثال للحوار مع النفس وتقدير الذات، علشان مش كل الناس تعرف تعمل حوار مع النفس وتعرف هي عايزة ايه. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. سلام.